كلنا طبعا شفنا الجدل والقلبان اللي كان على السوشيال ميديا بسبب ان وهمي كان فاتح في القاهره. صدفه وانا بقلب في كرش كيبرز كده لقيت عربيه اسمها مستر وهمي، قلت نجرب ونشوفه يبقى زي وهمي رايق ولا هيتضايق وهيبقى مش كويس. اوردر من مستر وهمي ساندوتش سبيشال كان بسعر 110. ده كده شكل التغليف بتاعه مش احمر، وادي البطاطس وواحده كولا، دول كده سعرهم 110. ده كده شكله. في موتزاريلا ستيك بيكون وقطعه اللحمه وفي صوصات كتير قوي وخس، فيا رب الطعم يعجبنا. البطاطس اللي كانت جايه معاه هي ساحت بس من العلبه، عليها صوصات تقريبا ده خيار مخلل، فجامد جدا. هو بس للاسف نسي يدينا جلافزات، فمش عارفين الحوار ده هنعمل ايه. الساندوتش تقيل، واللي عجبني كمان ان هو بيعمل اللحمه ديت على الفحم وجواها موتزاريلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الساندوتش كتركيبه جامده جدا، ما كنتش متخيل ان هو يبقى طعمه حلو كده. اللحمه طعمها حلو، بس هي الموتزاريلا ستيكس ان هي هنا بس ناشفه شويه، يعني ممكن الجو ان هي بردت مننا شويه، بس هي كان طعمها متناسب قوي مع الساندوتش. الساندوتش حجمه كبير فجامد جدا. الفكره جامده ان هو يعمل مستر وهمي بنفس صوره الساندوتش ده، شكله كده نفس الشكل من جوه، فهو شكله قريب جدا على فكره، فدي حاجه جامده جدا منه، ربنا يوفقه ان شاء الله. تقييم للساندوتش ده هدخله قائمه رايق مكتسح كمان. خش على اللي بعده. بسم الله. بس معلش بقى على بشاعه المنظر، بناكل بايدينا بس دي نظيفه. جامد. البطاطس كذلك مع الكاتشب مع المايونيز والخيار المخلل جامده جدا، كان ناقصها شويه بهارات. لو البطاطس دي اتحط لها شويه بهارات كده هتبقى جامده جدا. تقييمي بقى للمطعم في الاخر ان هو رايق جدا، بس اتمنى ان هو ياخد باله من الحاجات دي ويدي جلافزات في الاكل وكده وشوب. اكتبوا لي بقى في التعليقات المطاعم اللي انتوا عايزين نجربها وهجربها. استنوني في حلقات وافكار جديده. سلام.